هنلحق نتكلم ونتناقش في كل ده؟ هنلحق، بس خلينا نبدا صح. يلا بينا. انا جوهري اهلاوي من التالتة شمال، وانا عطيه زملكاوي من التالتة يمين. ودي صفارة خناق. جوهري وعطيه مش متفقين، كل واحد يقول رايه ومن غير مقاطعه. لو الحوار سخن بزياده الصفارة هتصفر. اختلاف كوره بس من غير تجريح. من غير مقاطعه، كل واحد هياخد دوره. طبعا احنا محظوظين ان احنا معانا سبونسر من اول حلقه، اي نعم هو مش دافع كتير بس في حد ذاتها ان احنا معانا سبونسر من اول حلقه ده انجاز. طب ايه السبونسر بتاعنا النهارده؟ احنا معانا سبونسر شركه تسويق عقاري واستشاري عقارات على اعلى مستوى، بريليانت. بص، انت ممكن تكون بيكلموك ناس كتيره جدا في التليفون، يعرضوا عليك الو حضرتك مهتم بشقه في التجمع، بشقه في العاصمه، بفيلا في كومباوند، لاصحاب الملايين. لاصحاب الملايين. احنا على قد الايد، احنا على قد الايد. ممكن نوصلك لاكتر حاجه مناسبه ليك، اكتر بادجت تنفعك، اكتر بيمنت بلان كويسه. من الاخر انت لازم تستثمر فلوسك. انت هتفضل راكن فلوسك كده يا باشا، واحنا رايحين في الانفليشن في الشلاحات منك. او خلينا نقول بطريقه مختلفه شويه، انت ممكن تقول لهم انت معاك كام، وهو على اساس اللي معاك ده يقدر يقول لك انت تقدر تستثمره في ايه وازاي، ودي بالنسبه لكم اريح واسهل حاجه. انظمه سداد بقى لغايه 12 سنه و15 سنه وحاجات هتناسب كل حد عايز يستثمر. هتركن فلوسك مش هتعرف تعمل حاجه. فلوس دلوقتي احنا ابونا وجدنا كان في التجمع بربع جنيه متر وما اشتروش وبيشتموا دلوقتي، فانت بص ولادك هيشتموك، انت حر. فهنسيب كل التفاصيل بتاعتهم والكونتس بتاعتهم موجوده في البايو، وهتطلع برضو على الشاشه. انتوا تواصلوا معاهم، قولوا لهم البيمنت بلان بتاعتك ايه، بدل ما الناس تكلمك وتقعد تزعجك والو وبتاع مش عارف ايه. انت شوف اللي يناسبك ايه يا باشا، شوف اللي يناسبك ايه. خش معاهم، هيوصلوك للحاجه اللي انت تناسبك 100%، وبقى تعالى اشتكينا لو طلع حاجه. او ما تجيش يعني. خلينا نبدا بافريقيا. ايه سر تفوق الفرق المصريه في دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه؟ يعني انت شايف الزمالك تفوق كفايه واثبت وجود وحس ان هو فعلا مثل الفرق المصريه في افريقيا؟ بص اقول لك حاجه، بالنسبه للزمالك بالوضع اللي فيه الزمالك الفتره اللي فاتت الوضع احنا مش هنبدا دلوقتي، بس انا اقول لك حاجه، الزمالك بالنسبه للوضع اللي هو فيه فعلا الفتره اللي فاتت والازمات اللي بيمر بيها، وخصوصا الازمات الماديه، وفي لعيبه هو استغنى عنها كانت من العمود الرئيسي للزمالك. بتتكلم على جونجا، بتتكلم على ناصر ماهر، بتتكلم ان بنتايج كان غايب، يعني انت في فتره هو اللي كان بيلعب وعشان كان بنتايج وبقى هو الباك الاساسي بتاعك، ومشكله صاحب راس المرمى محمد صبحي محمد عواد لدرجه توقعات المهدي سليمان. فان الزمالك يتصدر مجموعته في الكونفدراليه بالمشاكل وكم المشاكل اللي عنده ده، انا شايفه طبعا انجاز. انا بالنسبه لمصري مثلا في الكونفدراليه انا شايف نبيل الكوكي عامل فرقه جامده جدا مع مصر من اول السيزون، مش في الفتره اللي فاتت في الكونفدراليه بس. انا شايف انها مش هتكمل على نفس الموضوع ده صراحه. انا اختلف معاك في دي، انا شايف ان نبيل الكوكي المصري هيكمل وهيروح لمكان بعيد في الكونفدراليه، يعني اتوقع المصري هيوصل سيمي فاينل. يعني ما اعتقدش طموح ممكن يبقى اقل من كده، وفي نفس الوقت انا شايفها حاجه كويسه ان هو عارف يوصل سيمي فاينل، فالمصري لو وصل سيمي فاينل الكونفدراليه انا شايفه نجاح. انت ايه رايك؟ بص، لو هتسالني بقى عن رايي في الاهلي، يعني انا شايف الاهلي الصراحه بيقدم اداء حلو جدا 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 في دوري ابطال افريقيا، على عكس الناس كتير قوي ممكن تشوف ابطال. يعني الدوري لا، ممكن الدوري نختلف نتفق عليها نجيله، بس دوري الابطال الاهلي بيقدم واحده من احسن كلاعب وكمهاره وكهجوم وكتماسك، وخصوصا كمان ان انت عندك حارس مرمى كويس، انت ضمنت ان هو لا يقف طول افريقيا. قصدي عاشوريه. يعني انا مطمن وهو واقف ورا كويس. احنا بنهاجم كتير، عندنا عقبه واحده بس الصراحه، ما عندناش مهاجم. يعني دي اكتر حاجه صعبه جدا اللي ممكن تكون عائق، واللي ممكن تكون سبب في ان احنا ما ناخدش البطوله. بس كاداء احنا احسن اداء من ضمن الفرق كلها اللي بتلعب. حتى احسن من بيراميدز. بص انا مش عارف اذا كان بيراميدز يعني هو يعني تصدر مجموعته وما اتفرجش عليه كتير، ممكن يكون عشان ضعف المنافسين اللي معاه، بس هو من اول دور الثمانيه خصوصا من قدامنا القرعه، يعني باين ان هو هيلاعب الجيش الملكي. اعتقد فرقه رخمه هنلعبها جدا، لان احنا لعبناها ملعبها رخمه.
الاداء اللي بره الملعب فيه يعني زي ما بيقولوا كده غتاتة الكوره. فهل هيعرف بقى يعدي؟ وبعد ما يعدي احنا كده كده هنقابله في النهائي ده، وهو عدى من لا يحصل ده اعتقد من الهلال ونهضه البركان. اعتقد نهضه البركان هو اللي هيعدي. بس انت تتوقع ان بيراميدز هيعدي الجيش الملكي؟ بص الماتش مش هيبقى سهل خالص. ماشي، انا عامه اتوقع ان بيراميدز هيعدي الجيش الملكي. هو مش هيبقى سهل يعني، مش هيبقى في سكور زي اللي هو بيعمله دلوقتي. لا ماشي انا معاك، بس بيراميدز هيعدي الجيش الملكي وبصعوبه، مش هتبقى الموضوع يعني. الاهلي بقى مع الترجي بس برضه الاهلي مع الترجي. بص التاريخ بيقول ان احنا معلمين على الترجي في كل الاوقات. انتوا فعلا كعبكم عالي عليهم، كعبنا عالي عليهم على طول يعني. ما اعرفش بقى هل هيكسروا هم كده ويبقى احنا منحوسين البطوله دي زي ما كنا منحوسين البطوله اللي فاتت؟ مش عارف. خصوصا الترجي دلوقتي مش افضل فرقه للترجي، تقدر تقول ان هي دلوقتي هي بقى لها كتير مش افضل فرقه. كامل بقى لها كتير مش افضل فرقه. طيب لو الاهلي عدى الترجي تتمنى تقابل استاد مالي ولا صن داونز؟ استاد مالي قطعا. استاد مالي قطعا. ذكرياتكم مع صن داونز مش افضل حاجه على طول. طيب عايز اعرف منك توقعاتك للاهلي وبيراميدز هيبقوا فين في دوري الابطال؟ بص خصوصا ان هم مش هيقابلوا بعض ده في السيمي فاينل خالص، طريقهم مفتوح قدام بعض. انا متوقع ان هم هيقابلوا بعض في الفاينل. يعني انت متوقع الاهلي وبيراميدز في فاينل دوري الابطال؟ هيبقى نهائي عالمي. طب ولو حصل تتوقع مين ياخد البطوله؟ 50-50. انت خايف؟ لا مش خايف، بس هو 50-50. ماشي هنشوف. عشان دايما بنحب نكون صادقين مع نفسنا. بالنسبه للكونفدراليه بقى. الكونفدراليه انا شايف فعلا اللي بيعملوه الزمالك، ما اقدرش اقول انه انجاز، بس خلينا نقول ان هو شيء ما حدش كان متوقعه. انا بتكلم على الزمالكاويه بالاخص. ممكن يكون الزمالكاويه في هوبه حصلت على الزمالك الفتره اللي فاتت، بس دي مش متوقع. انا حاسس ان الزمالك الصراحه حتى بكل الصعوبات دي المفروض يعني اقل حاجه انت هتوصل سيمي فاينل كونفدراليه. هو الكونفدراليه دي ما هياش بطوله قويه قوي. ماشي انا كلامك على الزمالكاويه. انت معاك المصري في دوري المجموعات وفرقتين معلش يعني دون المستوى. فالطبيعي ان انت كنت تصعد. لا فين الانجاز؟ انا مش حاسس انه انجاز. ما بقولش انه انجاز، اقول لك حاجه ما كانتش متوقعه. الناس كلها كانت متوقعه ان الزمالك هيقع في الدوري ويقع في الكونفدراليه. يا رب. ليه؟ السبب اللي بيحصل له الفتره اللي فاتت. فعشان كده اللي حصل للزمالك انه صعد اول مجموعه هو مش حاجه انجاز حصل، هو كل اللي حصل حاجه عكس اللي الناس كانت متوقعه. زي مثلا ما الزمالك بيعمل في الدوري. هتوصلوا بقى فين؟ اتوقع سيمي فاينل اكيد. هنصعد فاينل ولا لا مش عارف، بس لو الزمالك صعد فاينل هاخد البطوله حتى في اسوء الاحوال. مش انت كنت تقولي خايف؟ انتوا مرعوبين. لا مش مرعوب، بالعكس انا شايف ان انا مش خايف، لان انا مش محدش مستني مني ان انا اخد البطوله. متفائل؟ لكن انت تبقى خايف لان بالسكواد اللي معاك واللعيبه اللي معاك. متفائل؟ الناس متفائل بايه؟ متفائل ان احنا في السيمي فاينل. لكن بالزمالك عموما الفتره اللي جايه لا مش متفائل. طب خلينا ننقل على المحلي. يلا بينا. الفرق اللي فاضله لكل فريق من الاربعه الاول. اولا انت شايف ان جدول الدوري كده ترتيبه منطقي؟ يعني سيراميكا، الزمالك، بيراميدز، الاهلي. لا انا شايف ان هو هيتغير. مش شرط يعني، هو يعني مش شرط عشان طب دول هيفضلوا الاربعه الاوائل؟ اتوقع دول هيفضلوا الاربعه. اتوقع بس الترتيب بتاعهم هيتغير. الترتيب هيتغير. تقدر تقول لي ولا ما تقدرش؟ خصوصا بص انت الاهلي بص فاضل له الجونه، سموحه، زد، المقاولين، غزل المحله. سهل نوعا ما بس باقي سموحه برضه يعني الخامس بعد الاربعه دول. يعني دي اكتر فرقه اعتقد. شايف ماتشات الزمالك وبيراميدز اصعب؟ انا شايف ان بيراميدز اصعب واحد. بيراميدز هيلاعب سيراميكا، هيلاعب الزمالك على الاقل. مصلحه الاهلي دول. ماشي انا شايف ان الترتيب الاربعه دول هيفضلوا الاربعه الاوائل بس الترتيب هيتغير. طيب خلينا نقول ممكن الجمهور يساعدنا يعني يقولوا لنا توقعاتهم ايه؟ ماشي الاربعه الاوائل توقع مين الاربعه الاوائل بتوع الدوري بالترتيب؟ انا واثق 100% ان الاهلي اول او ثاني. اول او ثاني؟ يعني 70% اهلي اول، 30% الاهلي. وتتوقع مين هيبقى الثاني ولا الاهلي الاول ومين الاول؟ نفسي الزمالك، بس اتوقع بيراميدز. والله نفسي الزمالك. طب ليه نفسك الزمالك؟
عشان بقالكم كتير مش معانا في دوري الابطال، انا افتقدتكم في دوري الابطال، انا عايزكم تلعبوا معانا. والله عايزكم تلعبوا معانا، عايزكم تخشوا الجيم معانا. انا اتوقع ان الاهلي مش هياخد دوري السنه دي. بيراميدز زي الزمالك. بيراميدز زي الزمالك؟ متوقع ان بيراميدز زي الزمالك اللي هياخد الدوري، بس عادي ممكن الاهلي يطلع تاني مع بيراميدز او تاني مع الزمالك، بس احساسي انا شايف ان نسبة الزمالك رغم ان هو متصدر كتاني اضعف واحده في الاربعه. لا خليني اقول لك اضعف واحده في الثلاثه، بيراميدز والاهلي اضعف واحده اللي انت تلاقي ان هو ياخد الدوري. شايف مثلا كان خسر بس مش هيقدر يكمل. الصراحه هو لو معتمد جمال خد اول الدوري او حتى تاني هو هيبقى انجاز. يلا بينا على الحته الجدليه. يلا بينا. هنختلف؟ نختلف. طيب بما اننا وصلنا، اديك صفار؟ اديني صفار. طيب بما اننا وصلنا للحته الجدليه اللي احنا تقريبا مش تقريبا هو غالبا هنتخانق فيها انا وانت. انا عايز اعرف رايك في اللي حصل مع امام عاشور الفتره اللي فاتت، ورد فعل النادي الاهلي عليه، ورد فعل جمهور الاهلي عليه. قصدك يعني انه ما سافرش؟ انه ما سافرش يعني معانا. المشكله مش ان هو ما سافرش بس يعني. طب عايز اقول لك انا عايز اقول لك احنا مثلا النهارده ممكن يكون ما سافرش عشان سبب احنا النهارده بنصور ثلاث تمام كده. انا لسه شايف امام عاشور منزل ستوري دلوقتي حالا لوالدته وهي داخله المستشفى وصوره على سرير. يعني انا بتمنى لها طبعا ان هي تقوم بالسلامه. انا شايف وارد بنسبه 2%، مش هقول لك نسبه ان هو يكون فعلا كان عادي 2% او خلينا نقول سالب 2%. ماشي يعني عايز اقول لك مش ما عنديش الشك ده يعني، بس وارد يكون لان برضه ايه كحسن الظن وارد يكون هو وعيلته كانوا عادي، بس هو غلطان. لا غلطان. جمهور الاهلي غلطه، جمهور الاهلي رفض الموضوع تماما، جمهور الاهلي هتف ضده باشد هتافات. عادي، ما جمهور الاهلي هتف ضده قبل كده قبل ما يجي. هتفنا ضده. انا لو عايز نتكلم في نقطه غير السفر هجيلك فيها بعدين، بس لو بنتكلم في السفر احنا رفضنا ختم. انا ما بتكلمش في السفر. الاهلي طلع درس العقوبه صح 100%، كان غلط. اداله اقصى عقوبه الفيفا ما ينفعش حد يستأنف عليها. انا شايف دي حته يعني في الجول. بعد ما قريت ان قواعد الفيفا ما ينفعش تتعدى النسبه دي كعقوبه في عقوبه واحده، انت تخصم 1.5 مليون معاه. ده اقصى عقوبه ممكن توصل لها وتحرمه اسبوعين ان هو يتدرب مع منفردا، وبعد كده خلاص هنبدا. احنا اتصرفنا صح ولا غلط؟ انا شايف ان الاداره اتصرفت صح. جمهور الاهلي كان في ظهر الاداره في الحته دي، ما اعتقدش احنا دايما هو جمهور الاهلي على طول في ظهر الاداره. الصراحه صح في الاداره. دي حاجه دي ميزه، خلي بالك. لا مش ميزه طبعا. لا دي ميزه ان ما يحصلش زي ما حصل في زيزو. جمهور الاهلي جمهور الزمالك عايز زيزو، الاداره مش عارفه تجدد له لان هو كان بيلعب عليها شويه. لا ده مختلف تماما عن اللي حصل. مش مختلف، هو زيه بالظبط. لو الاداره كانت واثقه في ان جمهور الزمالك هيقف في ظهرها، لو طلعت قالت زيزو بيلاعبني ومش ضدي ومش واقف معايا ومش عايز يجدد وانتوا هتبيعوه وفي ظهر الاداره، انا ما بدافعش. انتوا لو هم كانوا واثقين انتوا كنتوا في ظهر الاداره كانوا طلعوا عليكم كده وش، بس هم خايفين وانتوا طول عمركم في خلافات مع الاداره، حتى لو الاداره دي حلوه او وحشه. يعني بغض النظر انتوا دايما ضد الاداره. وده على فكره لا هي ماشي هي مش دايما، بس حتى لو الزمالك جماهير الزمالك دايما انتوا اتفقتوا على انهي ده مش ايه. لا سواء حتى المرتضى منصور جمهور الزمالك جاله فتره واتفق معاه. مفيش رئيس عدى على الزمالك، ممنوع عباس. كل رئيس جه للزمالك الجمهور جاله فتره اتفق معاه فيه. طب انا ممكن يكون جاله فتره اكبر اختلف معاه فيه. بس ده مش رد على عايز اعرف وجهه نظرك في الموضوع. يعني انت امام مثلا لا مشكلتي مع موضوع امام مش ان هو ما سافرش مع الفريق، او مش ان هو قبل كده اتخانق مع الشناوي في اوضه اللبس او حصل بينهم مشكله وخد غرامه مليون جنيه. مش دي مشكلتي. ليه؟ هقول لك. امام عاشور اللي عمله مع الشناوي واللي عمله مع الاهلي ان هو ما سافرش كان وارد جدا يعمله مع الزمالك، وممكن يكون عمل زيه، ولو راح الاسماعيلي هيعمل زيه، ولو راح بيراميدز هيعمل زيه، ولو راح ريال مدريد هيعمل زيه. اللي بيحصل من امام عاشور بيحصل في كل مكان. انا مشكلتي ان انتوا فاكرين ان انتوا نادي مش هيحصل عندكم اللي بيحصل بره خالص، او مثلا الحاجه اللي بتحصل في الزمالك مش هتحصل عندي. امام عاشور عمل في الاهلي لا يكون اللي ما عملوش هيحصل عندي، بس انا بعرف اتعامل معاه صح
انا شايف ان انا بعرف اتعامل مع صحابي. ممكن وارد انت تختلف معايا فيه او اكيد هتختلف. ايه انا اللي شايف انت عامل في الاهلي مختلف عن الزمالك يعني؟ ان انا طلعت قلت واضح وصريح اللعيب ده اخطا، اديته عقوبه نفذتها لغايه الاخر بدون اي حاجه، والجمهور كمان وقف ده الصح. امام عاشور لما عمل مشكله بالنادي وهو في الزمالك ايه اللي حصل معاه؟ انا مش فاكر بس انا افتكر دلوقتي عواد. لا نزلت عليه. افتكر دلوقتي عواد. لا موضوع عواد مختلف تماما عن موضوع امام، بس انا ما بدافعش ما بقولش خد بالك، ما بقولش ان نادي الزمالك نادي ما بيحصلش فيه مشاكل. موضوع شيكو بنزا ماشي لا بيحصل اكتر من كده كمان، اكتر من شيكو بنزا واكتر من عواد. الملاوي حصلت ايه رايك في شيكو بنزا صراحه؟ بس انا اقول لك على انا قصدي في ايه؟ الزمالك بيحصل في مشاكل، ممكن تكون مشاكل اكتر من بتحصل اكتر من اللي بتحصل في الاهلي، بس انا ما بدعيش ان انا نادي ما بيحصلش عندي الحاجات دي. لا احنا كجمهورنا انتوا كجمهور بقى انتوا ممكن تكونوا فاهمين مش معترفين باللي بيحصل. انتوا ممكن تكونوا فاهمين نقطه غلط. انا مش بقول ان انا ما بيحصلش عندي. لا انتوا قولوا كده. لا انا بقول ان دي مبادئ، مش معنى كده ما بيحصلش حاجات وحشه عندي. المبدا في ان انا بعرف اتعامل مع الحاجه الوحشه دي واقاومها. وقاومها بمناسبه ايه يعني؟ يعني انا اعتقد مثلا عاشور ما تقاومش ليه بعد مشكلته مع الشناوي؟ احنا مثلا ما تقاومش ليه؟ انتوا فرحانين؟ وكهربا فين دلوقتي؟ لا كهربا بره. انا قصدي صالح جمعه فين؟ صالح جمعه بره بعد قد ايه؟ يعني مثلا بعد اول مشكله انتوا مشيتوه؟ ما اعتقدش يعني ما اعتقدش ان في مثلا امام عاشور الاهلي يقدر يمشيه؟ بعد ما عقده يمشي لا يقدر يمشيه دلوقتي؟ يقدر الاهلي يطلع دلوقتي يعمل عادي. عملناه مع عبد الله السعيد. عملتوها مع عبد الله السعيد؟ ما اديناه ومشيناه. انت شايف ان انتوا كده في حركه عبد الله السعيد كنتوا الطرف الجانبي؟ هنحرف فاحنا عايزين نوقف الصفاره. قولوا لنا انتوا ايه رايكم في موضوع امام عاشور؟ الاهلي اتصرف صح ولا اتصرف غلط؟ هو معاه حق في ان احنا يعني ما عندناش مبادئ، يعني يلا امام عاشور النهارده بنذمه وبكره بنمدحه وعشان نمشي مع الهوجه، ولا انتوا شايفين ايه؟ انتوا شايفين ايه؟ اخر حاجه هسالها لك قبل ما الناس تقول رايها، امام عاشور لو جاب جون الماتش الجاي واحتفل مع الجمهور احسن لعيب في مصر، هيبقى احسن لعيب في مصر. احسن لعيب في مصر، وهيبقى يعني المثال الحي للاعب المنتخب. هو دلوقتي احسن لعيب في مصر. لا مش هقول على المنتخب بس هو احسن لعيب في مصر. ماشي. خلينا نقفل الحلقه مع بعض تمام كده. احنا قلنا للناس يقولوا لنا ايه رايهم في القصه دي. يقولوا لنا ايه رايهم في ان هم مين هيوصل من الاربعه الاوائل في الدوري. ماشي يبقى احنا كده مستنيين من الناس ان هم يقولوا لنا ايه رايهم في قصه امام عاشور. لا مستنيين حاجه اهم. ايه؟ اللايك والشير والسبسكرايب ويفعلوا زر الجرس، وبالذات اصحابنا. بالذات اصحابنا. احنا كده خلصنا اول جوله. خلصنا اول حلقه. في جولات تانية جايه كتير. السفاره هتشتغل على طول جدا. هات كوبايه الشاي معاك المره الجايه. طيب المره الجايه هتبقى موجوده اكيد. اكيد. مع السلامه. سلام.